السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة، وصفة سريعة نعمل مع بعض النهاردة أجمد ورقة لحمة خطيرة وسهلة وسريعة وخفيفة وحلوة جدا لحر الصيف. مش محتاجين حاجة غير ان احنا بس نحضر الحاجات كلها كده وندخلها وخلاص. هي مش بتاخد وقت كمان في التسوية، سهلة وسريعة وطعمها خطير. وبصي بقى بشوية تركات كده هتظبط معاكي وتطلع معاكي أجمد ورقة لحمة ممكن تاكليها في حياتك. معانا هنا بطاطس وبصل وبقدونس وفلفل الوان وجزر، يعني شويه حاجات، وطماطم شاري، تقدري تحطي طماطم عاديه عادي. كلها متقطعه قطع كبيره مش صغيره زي ما انتوا شايفين. يعني البصل متقطع قطع كبيره، والجزر وبطاطس وفلفل الوان، زي عشان ده فلفل صغنن انا سايباه زي ما هو كده. خطير الفلفل ده يا جماعه، لما تلاقيه تجيبيه على طول بيبقى مش حامي ولا حاجه. طعمه دولش جدا، ولما بيتشوى كمان بيبقى طعمه جامد قوي. وشويه بقدونس. خطوات سهله وسريعه. بصي الخضروات والاشكال والالوان، والله الحاجات دي بس بتفتح النفس حتى على الاكل، خصوصا في الحر. بيبقى معظمنا ما عندوش قابليه قوي للاكل، وبتبقي حاسه ان انتي محتاجه تاكلي حاجه خفيفه. الوصفه دي خطيره عشان حر الصيف، سهله وسريعه والواناتها مشجعه للاكل. زي ما انتي شايفه معايا هنا القارب بتاع الفرن، حطيت ورق فويل الاول وفوقيه ورقه زبده عشان انا هعمل ورقه لحمه وهغطيها بورق الزبده. الاول لازم يكون ورق الزبده على الحاجات، عشان طبعا ورق الزبده يا جماعه صحي، لكن ورق الالومنيوم لما بيتفاعل مع الاكل ده مش صحي. فلازم نحط ورقه الالومنيا خارجيا، والحاجات الملامسه للاكل تكون ورقه الزبده. وحطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم وشويه فلفل اسود. البهارات بتاعتي سهله وسريعه ما فيهاش اي حاجه خالص، هو فلفل اسود وسبع بهارات وبس. مش محتاجين نغير طعم ورقه اللحمه الاصليه بتاعتنا. معلقه من السبع بهارات وشويه الفلفل الاسود دول بيودوا ورقه اللحمه في حته تانية خالص. السبع بهارات هتغنيكي عن اي بهارات تانية تحطيها. لو ما عندكيش سبع بهارات تحطي رشه قرفه صغيره، رشه جنزبيل بودر، حبه من التوم البودر، حبة من البصل البودر، وممكن تحطي كمان حبة من الحبهان المطحون. زي ما انتي شايفة، وحبة قرنفل برضو من القرنفل المطحون. لكن هي السبع بهارات بصراحة خطيرة، ومش بتدي طعم كده نفاذ قوي ويغير طعم اللحمة، لا خطيرة. اللحمة بتاعتي بقى التركة الجامدة، انا متبلة اللحمة دي من بالليل. هي لحمة مشوية عادية خالص، زي من قطعة من اللي هي زي الانتركوت كده، من اللي ما بتاخدش سوا خالص. بس انا كانت عندي طلعتها، حطيت لها بصلايه وملح وفلفل وسبتها في البصله والملح والفلفل من قبلها بيوم في التلاجة علشان اطلعها تاني يوم. بتبقى بقى طعمها خطير، اللحمه بتبقى كمان مبهره قوي، فبتبقى خطيره قوي مع الوصفه دي. انا حطيت نص الخضار بتاعي على ورقه الزبده وفوقيه اللحمه، وبعدين هحط بقيه الخضار بتاعي على وش اللحمه. معذره يا جماعه، والله انا امبارح ما عرفتش اسجل لكم عشان كنت تعبانه جدا وصوتي كان رايح خالص، فاستحملوني بقى شويه. النهارده صوتي احسن شويه فقلت اسجل لكم. حطيت بقيه الخضار بتاعي، يبقى انا حطيت الاول خضار في البازي، وبعدين حطيت اللحمه بتاعتي متبله. لو مش متبله اللحمه مش مشكله، وبشوري بصلايه وملح وفلفل، وهتديكي نفس الافكت برضو وهتطلع حلوه. بس انا يعني عايزه طعم اللحمه تبقى صبوريطه شويه فعملتها من قبلها بيوم. لكن عادي، انا برضو من الناس اللي لو ما فيش يعني مش متبله اللحمه من قبلها بيوم، عادي خالص بصلايه وملح وفلفل وهعمل نفس الخطوات برضو ما فيش مشكله. حطيت في البازي الخضار، بعدين اللحمه في النص، وبعدين الخضار على الوش زي ما انت شايفه، ورشيت رشه زيت. ما حطيتش ولا نقطه ميه واحده، ميه مفيش. اللحمه بتاعتي هتنزل السوائل، الخضار هينزل السوائل. قفلتها بورقه الزبده اللي انا كنت عاملاها. انا كنت قايله لكم ورقه الزبده وحاطه فوقيها ورقه الالومنيوم، يعني الالومنيوم الاول وبعدين ورقه الزبده، وبعدين زي ما انت شايفه كأن انا كنت عامله لها زي كده ايه، حته طويله خارجيه. قفلت بقى كأني بقفل ايه، ورده. انا هقفلها كويس جدا زي ما انتم شايفين، وهحط ورقه ألمونيا تانية على الوش عشان ما يبقاش داخلها اي هوا. كده هتستوى معاكي وتتكمر جامد في البخار. وهي كده بتبقى ورقه اللحمه الصيفيه السهله السريعه. حاطين احنا بومودوريني شاري، مش هحط صلصه ولا حاجه ولا اي حاجه. لو بتحبيها حمرا شويه ممكن تحطي
معلقتين من صلصة الطماطم، بس انا بحبها يعني فاتحة وخفيفة اكتر في الصيف. لو في الشتاء ممكن احط معلقتين من صلصة الطماطم. وكده زي ما انتي شايفة عدت قد ايه عليها في الفرن، حوالي ساعة الا ربع. الخضار استوى، وزي ما انتي شايفة الالوانات خطيرة يا جماعة ورهيبة. تقدري تقدميها بالشكل ده، يعني تقدري تقدميها بالشكل ده. بس انا هديها وش كده تحت الشواية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كمان، يعني تتشمع بس. لكن انا هي لما انتي بتشتري ورقة اللحمة بتشتريها كده، تاخديها وخلاص على كده للاكل. انا ما خدتش معايا 10 دقايق، اديتها بس تشميع بحيث ان الخضار كده ياخد كراست من بره شوية، ومطولتش عليها. وزي ما انتوا شايفين خطيرة يا جماعة، سهلة وسريعة وطعمها مفيش اجمد من كده. تقدري تعملي جنبها رز بالشعرية، وخطيرة وبالهنا والشفا عليكم. ان شاء الله تعملوها وتطلع جميلة معاكم وروعة وسهلة وسريعة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، وننساش نذكر الله ونصلي على النبي. وبون ابيتي.